السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير عليكم يا شباب. كيف حالكم؟ عساكم طيبين وبصحة وعافية. مواصلين في الكورس بتاعنا، والمحاضرة اللي فاتت اتكلمنا عن الصور. عرفنا كيف نعمل لنا صورة في البرنامج، وكيف نفك التأمين منه بالتفاف النص أمام النص، نتحكم في الحجم والتصاميم والألوان والنسخ والحياة دي كلها. وفرقنا بين الصورة إنها بتكون من ذاكرة الجهاز، والقصاصة الفنية بتكون من البرنامج، ولقطة الشاشة اللي هو بعمل سكرين شوت لجزء من الشاشة أو للشاشة كلها. التعامل معاهم حيكون نفس التعامل زي ما اتفقنا. طيب الليلة إن شاء الله حنتكلم عن موضوع جميل 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 جدا، اللي هو الأشكال. أنا كيف أعمل لي أشكال وأرسم أشكال في البرنامج؟ حنجي نفتح البرنامج من قائمة ستارت، أمشي فوق شريط المهام، في شريط البحث حاجة أقول له داير برنامج وورد مايكروسوفت وورد 2010. النافذة تظهر معي طوالي، أجي أكبرها، وما عايز أذكركم دائما وأبدا اللي هو قلنا اتجاه النص باليمين، وحجم الخط حيكون 16. دي حاجة حتكون ثابتة، فما كل مرة نذكرها. طيب الأشكال أنا بلقاها وين؟ حأمشي لإدراج. عندي هنا أشكال، إدراج، أشكال. الأشكال عندي لها كثيرة، ممكن تختار أي شكل مبدئيا. مثلا اخترت السهم ده، بعد ما اخترت السهم بكون واقف في الورقة، واجي أرسمه بحركة عادية. داير أمسح، بدوس في الشكل باك سبيس زيه زي الصورة. تاني إدراج أشكال، أول حاجة أنا بجي بختار الشكل، بضغط عليه كليك يسار مرة واحدة، كده أنا اخترت الشكل. برسمه كيف؟ بكون ضغط كليك يسار وبحرك، كده حيجيني الشكل عادي. داير أعمل شكل إضافي، حامشي تاني لإدراج أشكال، بجيب الشكل وبجي برسم. شكل تالت أخير، حامشي إدراج أشكال، وأجيب الشكل وأجي شنو أرسم، أكون ضاغط وأحرك. تمام. الأشكال ما زي الصور، يعني بتكون شنو حرة طوالي، ما فيها تأمين. للشكل بجي بحركه عادي، ما عندي مشكلة، من جوا الشكل بحرك. فهو جاهز قاعد أصلا في التفاف النص أمام النص تلقائيا. تمام. حلو. أول حاجة في الأشكال عندنا هنا أنماط الأشكال، زيها وزي الجداول وزيها وزي الصور. أي حاجة عندها تصاميم أنا بجيب الأشكال من إدراج، لكن عندنا أدوات فوق اسمها أدوات الرسم. لو أنا بكون واقف في الشكل، في أدوات الرسم، لو طلعت من الشكل حتختفي وحيرجعني الصفحة الرئيسية. فأنا لازم أتأكد إنه أنا واقف في الشكل وفي أدوات الرسم. نبدأ بأنواع الأشكال من السهم. عندنا ألوان، ممكن نختار أي لون نشتغل به. يعني مثلا اخترنا الشكل اللون ده، جيت هنا اخترت الشكل، بمشي بالسهم بختار برضو تصميم أو لون. هنا برضو بجيب في الشكل الأول وبمشي التصاميم، بختار تصميم ملون. فبكده انت بتكون صممت الاشكال بتاعتك. ده اذا كان الكلام انت تطبعه في ورق ملون، او لو داير تعرضه في الشاشة. جميل. يلا سؤال، لو انا داير اكبر الشكل واصغره، الكلام ده من وين؟ ها، سامع لي زول هناك قال من السهمين ديل، صح؟ من الدوائر اللي في الكور ده. ممتاز. لو انا بكون واقف في الشكل، من الدوائر هنا بكون دايس، بعد السهمين ما يظهروا بكون ضاغط واحرك. تمام. او اجي انقص، او ممكن ازيد الارتفاع وأقلل الارتفاع عادي من السهمين. تمام. طيب بيجي مثلا الصورة الثانية أو الشكل الثاني، نفس الفكرة. والشكل الثالث ممكن من الكورنر أزيد وأنقص. تمام. لو دار أمسح الأشكال، بدوس في الشكل وبقول له باك سبيس، بدوس في الشكل باك سبيس، بضغط في الشكل باك سبيس. تاني نجيب لنا شكل جديد، إدراج أشكال،
نختار مثلا الشكل ده برسمه. تاني إدراج أشكال، بجيب الشكل وبجي شنو برسم. تمام. نجي نديم تصاميم جديدة. ده التصميم ده، وده هنا اديناه تصميم مختلف عن الأول. حلو. في التصاميم هنا دي ما كل الألوان المتوفرة، يعني هنا عبارة عن 7 ألوان. لكن بس التصاميم ممكن تكون أو الدرجات بتاعت اللون مختلفة، لكن هنا في 7 ألوان. طيب أنا داير ألوان إضافية. الكلام ده من وين؟ أنا بجي في الشكل، عندي تعبئة الشكل. تعبئة الشكل هنا. بعد ده بجي بيختار اللون اللي عايز اشتغل بيه، مثلا الأخضر. جيت هنا برضو من تعبئة الشكل بيختار لون عادي. يعني اكتفي بس بالتصاميم، ولا ممكن من تعبئة الشكل أجيب لي ألوان. وضحت الفكرة؟ تمام. حلو. يلا الألوان ظريفة قلنا لو كانت طباعة ملونة أو لو نعرض الكلام ده في الشاشة. أنت عندك خطاب رسمي أو امتحان والطباعة أبيض وأسود أو شيت. في حالة زي دي طبعا الألوان ما في لا داعي، حتى في الطباعة بتصل لي باهتة. عشان كده دايما لما تكون ده تطبع طباعة أبيض وأسود، لازم تدي الشكل التصميم ده. اللي أنا بجيب في الشكل همشي التصاميم. أول تصميم هنا شايفينه، اللي هو لونه بجوا أبيض والخط برا أسود. ده كده مناسب جدا للطباعة الأبيض والأسود. بجيب في الشكل ده هنا برضه، بمشي التصاميم بديه التصميم الأبيض والأسود. ممتاز. حلو. داير أمسح باك سبيس. داير أمسح بدوس في الشكل باك سبيس. ده رجعهم كنترول زد. كنترول زد. طيب. أنا واقف في الشكل، بمشي أدوات الرسم فوق. عندنا حاجة اسمها المخطط التفصيلي للشكل. دي بتتحكم لي في شنو؟ في الخط البرة. يعني لو أنا مثلا داير ألون الخط البرة بس ما داير ألون الشكل كله، الخط البرة هكون واقف في الشكل من المخطط التفصيلي، بيجي بيختار لون مثلا أحمر. بيجي مثلا في الشكل ده برضه من المخطط التفصيلي، بيجي برضه بديه لون. فكده أنا بلون الخط البرة. يعني يا تيجي تلون الشكل جوا من تعبئة الشكل، ولا تجي المخطط التفصيلي تلون الخط البرة. فين كده؟ لو دار ازيح اللون الجوا تعبئة الشكل، بقول له بلا تعبئة. تمام. دار ازيح المخطط التفصيلي، بقول له بلا مخطط تفصيلي. لاحظ انه المربع قاعد، يعني هو في شكل لكن بقى مخفي. صح ليه؟ لانه لا فيه لون جوا لا فيه مخطط تفصيلي برا. فبرجعه كيف؟ بمشي بس التصاميم من السهم، اقول له دار التصميم الابيض والاسود، برجع لي عادي. تاني دار اخفي الشكل ده، بمشي تعبئة الشكل بقول له بلا تعبئة، والمخطط التفصيلي بقول له بلا مخطط تفصيلي. كده أنا أخفيت الشكل، ما مسحته، أخفيته. لو داير أرجعه بكون واقف في المربع من التصاميم، بقول له داير أبيض وأسود. ممتاز. لو داير أتحكم برضه في حجم الخط من المخطط التفصيلي، بجي لكلمة اسمها الوزن. يا إما الخط يكون رفيع أو كل مرة بزيد. شايفين؟ يا أنقص يا أزيد. كده وقفت في الشكل ده. المخطط التفصيلي برضو الوزن، بيجي بيختار وزن معين. آخر حاجة في المخطط التفصيلي أنت ممكن تخلي الخط يكون متقطع. يعني الحاجات دي كلها ظاهرة لو بالمناسبة لاحظتها. دي الألوان بلا مخطط تفصيلي. هنا شكل الخط أو حجمه، هنا شكل الخط يكون متقطع ولا متصل، بيجي يتحكم من هنا. تمام. فأنت بس بتشوف شكل الحاجة بتوضح لك الوظيفة بتاعتها. جيت للشكل التاني مخطط تفصيلي، شريط هنا قلت له داير الشكل نقاط. الكلام ده كله ما عاجبني، ده ارجع الوضع زي ما كان. بجي في السهم بقول له الابيض والاسود العادي، بجي بجيب في الشكل من السهم داير الابيض والاسود. وعد الفكرة. فتاني بس من الاخر عندك الاشكال، يا اما تختار الوان جاهزة، او ممكن تغير اللون من تعبئة الشكل، او ممكن تجيب لك خط برا من المخطط التفصيلي. والخط البرة برضو ممكن تتحكم في الوزن بتاعه، وتتحكم هل دايره خط متصل ولا دايره شكل نقاط متقطعة وخطوط متقطعة.
جميل. حلو. نعمل لنا فاصل ونجي نواصل. عندنا تاني حاجات كانت اتكلمنا عنها في الصور برضو تحصل في الأشكال. يبقى مثلا عندي الشكل ده، في حاجة اسمها تأثيرات الأشكال اللي هي زي الظل. لو داير أعمل ظل الشكل بيظهر لي حاجة صغيرة تحت. ممكن أمشي تأثيرات الأشكال تاني، أقول داير الظل بلا ظل. تمام. بمسح الشكل اللي ورا ده عشان بس يدينا مساحة. عندنا تاني غير الظل ممكن نعمل انعكاس، بيظهر لي انعكاس تحت. لو دار أزيح الانعكاس من تأثيرات الأشكال برضو عندنا بلا انعكاس. ونفس الفكرة توهج وحاجات زي دي. حتى الاستدارة برضو قاعدة، الوضعية بتاعت الشكل تكون قاعدة كده. تمام. فبرضو حاجات مر عليها مجسم هنا برضو على أساس إنه الشكل يقبل أي ثلاثي الأبعاد. فمر عليهم واحدة واحدة برضو واشتغلوا. الأشكال الوظيفة الأساسية منها شنو؟ يا إما مثلا زي الأسهم أشر على حاجة، أزين بيها الإعلان، أعمل بها نتيجة، تصميم لشهادة، حاجات زي دي. أو أنا عايز أكتب جوا أشكال. يعني مثلا حنجي نمسح الشكل ده، بمشي إدراج أشكال، جبنا مثلا نقول مستطيل، رسمت المستطيل. جميل. برضو نفس الفكرة، لو الطباعة ملونة تختار أي واحدة من الألوان ديل، أو لو الطباعة أبيض وأسود بيختار التصميم الأبيض والأسود. عندي الشكل ده داير أكتب عليه. مباشر ممكن أكتب. أنا بكون واقف في الشكل بجي بقول له بسم الله الرحمن الرحيم كمثال. بسم الله الرحمن الرحيم. لاحظ لي حاجة، إنه حجم الخط حيرجع لك تاني 11. يعني أنت لما تيجي تكتب في الشكل يا دوب حجم الخط بيرجع لك 11. فبجي بحدد الكتابة كلها، البسملة كلها، وبمشي الصفحة الرئيسية بقول له داير حجم الخط يكون كم؟ 16. تمام. في طريقة تانية للتحديد، يعني لو ما قدرت أتحرك كده ممكن أجيب في الشكل وع- وفي الكتابة جوا أعمل 3 كليكات، اللي هي 1 2 3. شايفين؟ 1 2 3. بحدد الكتابة، بتأكد تاني من جديد إنه اتجاه النص باليمين، وحجم الخط 16 من جديد في الشكل تاني. جميل. حلو. طيب. يلا التحكم بعد ده حيبقى كيف في الشكل. انا لو داري امسح الشكل او احرك او اعمل اي حاجه في الشكل بعد ده ما من جوا، لانه انا لو واقف جوا بعد ده بحدد لي شنو الكتابه، ما في اي حركه زي قبل شويه. شايفين؟ طيب انا حيتحكم من وين؟ حاجيب في الشكل في الخط البرة. شايفين المؤشر بقى عامل كيف؟ في 4 أسهم. لو واقف جوا دي كتابة، لو واقف برا دي الورقة العادية. لكن لما نجي في الخط بتاع الشكل تصل لي ال4 أسهم بتاع التحريك. هكون ضاغط وأحرك، كون ضاغط وأحرك. الكلام ده مهم لأنه حيلاقينا تاني في التصاميم بتاعة الكتابة والرموز إن شاء الله. فدائما أنا بجي في الخط البرة وبجي بحرك. لو دار أمسح، لو أنا واقف جوا الكتابة ومسحتها حيمسح لي الكتابة صح. لكن لو دار أمسح الشكل بكتابته حأضغط على الخط البرة في الشكل وأعمل باك سبيس. تاني نرجع بالكنترول زد. لو أنا واقف جوا الكتابة كده بيمسح لي الكتابة، لكن لو دار أمسح كل الشكل حأضغط على الخط البرة وأقول له باك سبيس. فكرة وقعت؟ تمام. بمشي دراج تاني، عندنا أشكال. جبت مثلا نقول الشكل ده، عملت شكل بيضاوي كتبت فيه مثلا إعلان هام. أجي أدي التصميم أبيض وأسود ما أنسى، وأجي أحدد الكتابة جوا 3 كليكات. 1 2 3. أمشي الصفحة الرئيسية، أقول له داير اتجاه النصب اليمين وداير حجم الخط يكون 16. بجي بحرك الشكل من في الخط. طيب لو دار أنسخ الشكل نفس الفكرة زي وزي الصورة. الصورة كان بننسخها كيف؟
يعني عندي صورة بجاي داير أعمل منها نص. ها، مذكرينها صح؟ اللي هو بكون ضاغط الكنترول وبحرك. يلا أنا بدوس في الخط البرة، بكون ضاغط كليك يسار، بضغط الكنترول وبحرك. فك الماوس وبفك الكنترول. تاني كنترول زد الطريقة الأصحى. بجي في الخط البرة، بضغط على الماوس أول، بضغط الكنترول وبجي بحرك. المرة اللي فاتت كان ضغطنا الكنترول أول حتى الماوس كله صح، لكن الفكرة بس قبل ما أحرك إنه أنا أكون واقف ضاغط الكنترول والماوس في نفس الوقت. ده أبدأ يا بالكنترول يا بالماوس، المهم الاتنين يكونوا مضغوطات. بعد ده بجي بحرك. لما نجي أفك بفك الماوس أول حتى أفك الكنترول. طيب تاني في حاجة كان اشتغلنا اللي هي التجميع. يعني أنا عندي ديل كله شكل قاعد براو، هذا أنا بقيم حاجة واحدة. بعمل تحديد كيف، بقيف في الشكل الأول، بجي للشكل التاني بالكنترول برضو ما بحدد من جوا، بحدد من الخط البر بالكنترول وبعمل سيلكت اختيار. كده أنا حددت الشكلين. من أدوات الرسم عندنا خيار اسمه تجميع، كده بيقول لي حاجة واحدة. لو جيت عدلت على الألوان أو عدلت على أي حاجة هيجيني للشكلين. جيت غيرت الألوان هنا، غيرت تعبئة الشكل لأي لون، جيت المخطط التفصيلي اديت مخطط تفصيلي، جيت غيرت حجم المخطط أو حجم الخط البرة، هيحصل لي نفس الشكلين. دار أفك التجميع حأمشي تجميع أقول له فك التجميع. ففي تشابه كثير بين الأشكال وبين شنو الصور. دار أمسح الشكل التحت بضغط في الخط البرة وأعمل باك سبيس. ده رجع ده أبيض وأسود، حاضغط في الخط البرة بتاع الشكل وأقول له أبيض وأسود. جميل. لو ده تصميم الكتابة جوا يعني ما عايزة بس بالأبيض والأسود، ممكن من هنا دي التصاميم بتاعة الكتابة، ممكن من السهم اختار لي تصميم. شايفين كده؟ أو ممكن اختار ده أو أي واحد. المهم هنا التصاميم بتاعة الأشكال، وهنا التصاميم حقت الكتابة. حلو. جميل. حاجة أخيرة وممتعة جدا في الأشكال اللي هو حاجة اسمها مربع النص. مربع النص ده شنو؟ بمشي إدراج موجود هنا مربع النص. هو عبارة عن شكل لكن ممكن أكتب جواه اقتباسات، أكتب فيه حكم، أكتب فيه حاجات ظريفة. فعندك مثلا مربع نص بسيط، ده أنا ممكن أكتب فيه أي حاجة ويتحكم فيه زيه زي الأشكال. ده المربع البسيط. أو عندي إدراج مربع نص، هنا برضه في اقتباس بشكل مختلف، ممكن أكتب جواه عادي. أو ممكن كده نختار لنا تصميم واحد كده يكون ظريف نشتغل عليه، اللي هو مثلا نقول لأ. التصميم برضو ممكن أكتب جوا هنا اللي هو بمسح الكتابة. عندي مثلا العلم، اللغة تكون عربي، العلم نور والجهل ظلام، والجهل ظلام. تمام. طيب من ده برضو ممكن انت إذا عايز تغير لون الخط، تجي التصاميم بتاعت الأشكال تغير اللون. وإذا عايز تغير تصميم الكتابة، نجي نحدد الكتابة أول طبعا، ونجي نغير للتصميم اللي عايزينه مثلا ده. فيعني حاجة كده بسيطة وظريفة وحلوة بتريحني بدل أجي أرسم الأشكال من جديد. لو عايز أمسح زي ما اتفقنا من الخط البرة، بضغط كليك يسار باك سبيس. نجرب واحد تاني مربع النص، هنا مثلا ده بجي بحدد الكتابة جوا بمسحها. نفس الحاجة مثلا العلم نور والجهل ظلام، والجهل ظلام. هنا لو لاحظت برضو موضوع حجم الكتابة، ممكن أحدد من الصفحة الرئيسية، أقول له داير اتجاه النصب اليمين حجم الخط 16، والكتابة مثلا دايرة في السنتر في الوسط. داير أغير التصميم، ممكن أغير التصميم من هنا عادي. ولو داير أجي أحرك بجي بحرك من وين، من الخط البرة
لو دار انسخ بالكنترول وأحرك زي ما اتفقنا بنسخ ليه عادي. فحاجة ظريفة الناس ممكن تستعملها، تكتب على حاجات وتخط بالطرف في التصميم بتنفع. لو دار امسح بجي في الخط البرة وبمسح، بجي في الشكل أول هنا، بجي في الخط البرة بضغط عليه وبمسح في الباك سبيس. جربوه وإن شاء الله حتستمتعوا بها كتير. نعمل لنا تمرين ختامي على الأشكال يثبت لنا المعلومات اللي اشتغلناها دي كلها. فنحن هسه مبدئيا دايرين نعمل لنا إعلان. إعلان مثلا للطلاب المهتمين بمجال الحاسوب إنه عندنا دورة حاسوب فيها كذا وكذا وكذا. تمام. طيب نتفق مبدئيا إنه الإعلان في ناس بتكتب فيه البسملة وفي ناس ما بتكتب فيه البسملة. ليه؟ يعني الناس ما بتكتب في الإعلان البسملة؟ كده سؤال. أنت الإعلان ده هتلصقه وين بعدين؟ ممكن تلصقه في حيطة، ممكن تلصقه في شجرة، ممكن تلصقه في عمود. فمع الورق الكتير والفترة الورق ده ممكن يقع، صح؟ يقع في الواطة، الناس دي يشوته. فلو فيه بسمة أو آية قرآنية تبقى مشكلة. تمام. يعني ممكن زول يعفصوا بالغلط. لو انت طبعا خدته في حتات ثابتة جوا في قاعات وحاجات زي دي، يعني ما بيقع ولا حتلمه في النهاية، فما مشكلة، ممكن تعمل الحاجة دي عادي. تمام. طيب أنا داير أعمل إعلان عام عن دورة حاسوب لكل المهتمين في الحاسوب. فزي ما اتفقنا أنا أول حاجة بكتب حتى بجي شنو بنسق. فحأكتب الإعلان أول حتى نجي ننسق شغلنا. بس ملاحظة بسيطة هنا، أنا بعدين داير أعمل لي مستطيل في الحتة دي أو السطر الفاضي ده. فبعمل انتر كده، نزلت سطر جديد صح. تاني بعمل انتر عشان أخلي السطر ده فاضي واشتغل عليه بعدين الشكل. تمام. تاني أنا واقف في نهاية السطر التاني، بعمل انتر عشان أخلي السطر ده فاضي، بعمل تاني انتر على أساس إنه بعدين أعمل فيه شكل وأجي أواصل عادي. تمام. بعد ما خلصنا الكتابة حاجة بعدها ننسق واحدة واحدة. عندنا لكل المهتمين بمجال الحاسوب حاجيبه في الوسط. حغير الشكل بتاع الخط برضو، بس أنا غيرناه ليه. عندي النقاط دي الأربع مواضيع، داير أعمل لها قائمة، والقائمة بعلامات، مثلا علامة صح بحددهم أول زي ما اتفقنا من الصفحة الرئيسية. عندي القوائم بتاعة العلامات، التعداد النقطي، وبختار العلامة بتاعتي. زي ما قلنا هسه دايرين نعمل مستطيل هنا، فحامشي إدراج أشكال، بجي بختار الشكل بتاع المستطيل وأجي أرسمه هنا. ما حارسمه زايد كتير ولا ناقص كتير، ولا يكون مغطي الكتابة. يعني لو جا ما ظابط من البداية ممكن شنو أصلح الحجم، أتحكم في الحجم عشان يكون لي مناسب. تمام. نديه تصميم أبيض وأسود عشان الكتابة تكون ولا الطباعة تكون أبيض وأسود. مثلا ده دورة أساسيات الحاسوب، أساسيات الحاسوب اللي هي فيها كذا وكذا وكذا وكذا. حجم الخط ما مناسب، بجي بحدد الكتابة، أمشي الصفحة الرئيسية، أقول له داير اتجاه النصب اليمين، حجم الخط يكون 16. ولو ممكن برضو نغير شكل الخط. لو الكتابة بقت في جزء مغطى منها بجي بزيد حجم الشكل شوية كده لتحت عشان شنو ما يغطي لي الكتابة جوا ويتحكم في مكانه. تمام. كده مناسبة. ممكن نعمل شكل فوق هنا نكتب عليه بشرى سارة. لو من إدراج أشكال، بمشي الأشكال، عندنا حاجة اسمها نجوم وانفجارات وشعارات. عندي واحد اسمه انفجار. بختار الشكل ده، بستعمله كتير في الإعلانات تكون لاقانا. بمشي بديه تصميم أبيض وأسود وأكتب عليه شنو بشرى سارة. أجي أحدد الكتابة وأمشي الصفحة الرئيسية، نقول له داير اتجاه النصب اليمين، حجم الخط ماله 16. ممكن لو انت عامل الشكل صغير تجيك كده، يعني البشرة تكون فوق وسارة تجي تحت. ده بس عشان حجم الشكل. فبس تزيد حجم الشكل، تتحكم في الموضوع بتاعه برواقة كده، الموضوع بيكون ظريف معك. حلو.
جميل. نوقف على كده. موفقين إن شاء الله، اتمرسوا على الكلام ده كتير، اشتغلوا عليه مرة ومرتين وثلاثة، أرسموا أشكال، لونوها، أعملوا تمارين زي دي. أي فكرة في راسك حاول أرسمها، والموضوع بيقبل لنا سهل إن شاء الله. نحفظ الإعلان ده، قلنا عشان نحفظ بعمل كنترول اس، كنترول اس. بجي بيختار المكان الدوكيومنتس أو المستندات، اسم الملف هنا، بجي بغير مثلا إعلان. اخترت المكان الدوكيومنتس أو المستندات وكتبت اسم الملف إعلان، ما علي إلا أعمل حفظ. اتأكد إنه الاسم ظهر لي فوق في شريط العناوين. كده الملف عندي محفوظ في الجهاز. موفقين، ونتلاقى في المحاضرات الجاية بإذن الله. السلام عليكم.